ايه سؤال اللايف اللي فات؟ هل نتعلم برمجة ولا خلاص مش المفروض نتعلم برمجة عشان الذكاء الاصطناعي؟ طيب انا هفهمك. بص يا سيدي، اللغات البرمجة دي عبارة عن لغات بتفهم الكمبيوتر اللي انت عاوز تقوله له. يعني ايه؟ يعني انت لو اتعلمت بايثون هتكتب بلغة البايثون عشان الكمبيوتر يفهمها. طب الكمبيوتر بيفهم بايثون؟ لا، الكمبيوتر بيفهم صفار ووحايد. وبيتعامل ازاي؟ بحاجة اسمها لوجيك جيتس. ايه اللوجيك جيتس دي؟ اند واور. بس هو ما عندوش اي حاجة تانية، ما بيفهمش في اي حاجة تانية. طيب ففي لغات زي الجافا والسي والحاجات دي كلها. دلوقتي بقى فيك الذكاء اصطناعي بيعمل ايه؟ بيتكلم بلغتك، يعني انت بتكلمه بلغتك وهو بيكتب بايثون، والبايثون ده يفهمه الكمبيوتر. طيب قريب قوي هيحصل ايه؟ ان انت هيبقى مفيش حتى البايثون والكلام ده. ليه؟ لان انا ممكن اكلمه هو الاي اي الذكاء الاصطناعي وهو يكلم الجهاز على طول اسمه ايه ده، باللغه الباينري. طب هل ده دوبل؟ وهيحصل ايه لو حد عرف يعمل ده؟ اول حاجه الموضوع ده لا، مش دوبل بالسهوله دي. ليه؟ لان هو محتاج ريسورسز مش طبيعيه. ان انت تعلم اي اي ان هو يتكلم بلغه الكمبيوتر اللي هي الباينري. اما جيت اعمل حسابات صغيره كده لقيتها ان هي محتاجه حوالي 12 سنه، ده لو معاك الريسورسز بتاعت جوجل. فده خبر حلو ان هي هتقعد 12 سنه. الخبر الوحش ايه؟ ان انت لو بقى عندك ذكاء اصطناعي بيعرف يتكلم بتاع الماشين، هو ليه اكسس على اي مكنه في الحياه. يعني يقدر يغير التيك توك، يقدر يغير الموبايل، اي حاجه فيها تشيب هو يقدر يتحكم فيها. وكونكتد طبعا اونلاين. لو حاجه اير جابت ليها طريقه تانية. يعني ايه اير جابت؟ يعني حاجه ما دخلتش على النت قبل كده. اوكي، بس الفكره ان ده سلاح خطر جدا اكتر من ممكن حد يتخيل. ليه؟ لان مفيش سكيورتي على حاجه زي كده. ليه؟ لان ده بيشتغل على اللاير اللي هو الفيزيكال لاير. الفيزيكال لاير السكيورتي بتاعته بتبقى على الشيبايه نفسها. فدي حاجه هبله جدا. وبعد كده البيت ديفندر والحاجات الويندوز والحاجات دي كلها، الحاجات دي ما بتركزش، ما بتبصش اساسا على الباينري، ما بتعملش تيستنج. هي كل اللي بتشوفه حاجه اسمها باترنز. لو حصل الباترن ده يبقى دي اتاك. بس هنا انت بتدي كوماند دايركت من الباينري قصدي بالباينري للباينري للتشيب نفسها. طبعا مش كل الحاجات زي بعض. يعني الباينري فيه زي دايلكتس، فيه زي لهجات. الارم مختلف عن حاجات، يعني فيهم 6 7 حاجات معروفين الحاجات بتشغله بيها. بس المصيبه ان لو حد وصل لكده هو فعليا هيقدر يتحكم في اي حاجه. فلوس، اسلحه بتاعت جيوش، يوقف طيارات، يتحكم في الجي بي اس، يشوف كل حاجه. الحاجات اللي هي خيال علمي ان حد يقدر يخش على كل حاجه وهاكر، مش هتبقى بقى شاشات والكلام ده. هو هيبقى بيقول له يا باشا زود لي رصيدي. ازاي؟ مش مهم يا باشا. وقف دي، شغل، وقف الكهرباء في نيويورك. فعليا هيقدر. ليه؟ لان كل حاجه مبنيه على تشيبات. هو بيكلم التشيبس. طيب هل ده رايي انا بصراحه رجعت السيناريو ده كسكيورتي مع الاي اي، مع كذا اي اي، وطلع ان هو لا، هو فاليد 100%. المشكله ان انت ما تقدرش تعلمه. طيب ازاي تقدر تعلمه بسرعه مش في 12 سنه عشان تبقى معاك سلاح زي ده؟ لان انت لو معاك سلاح زي ده بصراحه طز في القنبله الذريه اصلا. ليه؟ خليه يعمل القنبله الذريه وانا هستخدمها. انا اللي هبقى متحكم. مش اللي عمل الحاجه هنا، هو اللي متحكم في الحاجه دي هتتحرك ازاي. فهل نقدر نسرعه؟ اي بي ام شغاله على كوانتم كمبيوترز، اوكي، وبتدي اكسس لاي حد. انا اوريدي عندي اكونت اصلا من زمان، وكنت بحاول في حته اللي هي كيوبيتس. اوكي، الكيوبيتس دي عباره عن ممكن تشوفوا حلقه الدحيح عنها، هتلاقوا السكتش بتاعها كان ابني جيمر. اوكي، اللي هي دي كانت حلقه حلوه قوي، شرح فيها كيوبيتس كويس قوي. اوكي، اللي هي زيروز وونز. ان هم مش عارفين يعملوا حاجه اسمها stabilization للكيوبيتس. بس لو حصل ان حد عارف يعمل stabilization للكيوبيتس، ساعتها هيقدر يترينه في حوالي من 3 ل 6 شهور. لو في كمبيوتر اتعلم باينري، انا بقول لكم يا جماعه جود جيم جود جيم. فمن وجهه نظري لو عندنا ريسورسز في مصر ممكن نزقها ناحيه ان حد يعلم اي اي يتكلم باينري. بس انا مش عاوز الفيديو ده.